السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيب قلب العندليب، يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير. انزل اعمل لايك ومشاركة الفيديو في كل مكان عشان اكلمك عن ليلة مباراة الهلال السوداني وفريق ايتنسيلس الرواندي، فريق متزيل الترتيب، الفريق في المركز الأخير. ها يا ريجي كامب، ايمانويل فيلومو معاك 8 اهداف، عايزك تتصدر اكتر واكتر. فريق في المركز الاخير يجب احترامه، ولكن ان شاء الله انا واثق ان الهلال هيفوز في المباراه دي ان شاء الله يا رب باذن الله. عشان ايه؟ ما نقدمش قدم والكلام اللي احنا بنقوله ده نسيبه على الله الاول، وباذن الله ان شاء الله الهلال يكسب 3-4 يا رب. تعال اقول لك بعد ما اقعد المباراه واقول لك على جدول الترتيب والتشكيله اللي هيبدا بيها ريجي كامب. بص يا سيدي، المباراه هتكون الخميس الساعه 3 عصرا على قناه عندليب الهلال على اليوتيوب. تعليق عربي، جوده عاليه، كل حاجه كويسه. يا عندليب كتر كلام، حاضر. يا عندليب ما تتكلم عن نفسك، حاضر. اي حاجه عايزينها عيوني ليكم، وان شاء الله بحاول اطور من نفسي الفترات القادمه اكتر واكتر. المباراه الساعه 3 تصلي العصر وتيجي تتفرج عليا. المباراه الساعه 3، بقولها 40 مره، والساعه 3 يوم الخميس، الساعه 3 يوم الخميس اللي هو غدا ان شاء الله باذن الله. تستمتعوا مع العندليب عبر قناه عندليب الهلال على اليوتيوب، وبحط لك لينك المباراه في التعليقات دلوقتي عشان تكون جهزتها لكم خلاص، عشان تكون انت جاهز وانا جهزتها لكم خلاص، وان شاء الله الامور تكون مظبوطه. تعال بقى نخش على جدول الترتيب، يلا بينا. جدول الترتيب: الهلال سيد البلد لعب 11 مباراه مع 23 نقطه في المركز الثامن، وفريق ايتنسيلس في المركز ال 18 الاخير لعب 15 مباراه مع 11 نقطه فقط. ان شاء الله باذن الله الهلال لو فاز في هذه المباراه يوصل للنقطه 26 ويكون في المركز الرابع باذن الله يا رب. هنكون في المركز الرابع خلاص، لو كسبنا المباراه دي رسميا هنكون في المركز الرابع. يلا يا رجاله شدوا الهمه، عايزين نفوز في المباراه دي عشان نوصل المركز الرابع، ويعني خطوه ثم خطوه ان شاء الله. الدوري الرواندي زي ما قلت لكم في الحلقات السابقه لسيد البلد باذن الله يا هلالاب. تعال اقول لك على التشكيله اللي هيبدا بيها ريجي كامب سريعا جدا، وازاي ريجي كامب بيفكر بعد خلاص عوده اللعيبه الوطنيين والكلام ده. ما اعتقدش ان هو هيشارك اي لاعب من اللعيبه الوطنيين، نظرا لان هم لسه جايين من مباريات قويه جدا في افريقيا، فيريحهم كلهم. عشان كده التشكيله هتكون متوقعه كالعاده. في حراسه المرمى محمد المدني، قدامه 2 قلبي دفاع، عثمان ديوف ومازن سيمبو. باك يمين اوبيلا، باك شمال ارينسيت لزولو، الحاج مديكي وفوفانا. 2 على الدكه صنع العاب احمد سالم، كوليبالي جناح ايمن، وجان كلود جناح ايسر، ومهاجم صريح هيكون ايمانويل فيلومو. وبعد هذه المباراه هيتم تقسيم الهلال الى فرقتين، فرقه هتفضل موجوده مع ريجي كامب في الدوري الرواندي، وفرقه مع المعلم خالد بخيت. يعني كده هيكون فرقه عندليب في الدوري الرواندي وفرقه في الدوري السوداني مع خالد بخيت. اي نعم، عشان طبعا الدوري السوداني مهم جدا على فكره. انا بالنسبه لي الدوري السوداني اهم من الدوري الرواندي. ازاي يا عندليب يا ابني يا حبيبي؟ الدوري السوداني ده لو احنا ان شاء الله يعني بقينا في المراكز الاولى هنلعب دوري نخبه، وباذن الله في دوري النخبه تروح تلعب دوري ابطال افريقيا، فهو مهم جدا. ده اللي بيوديك لدوري ابطال افريقيا، ده اللي بيخليك تشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن الدوري الرواندي حتى لو احنا خدناه ان شاء الله ما هو الا دوري شرفي. فهمتوا القصه؟ عملت لايك ومشاركه الفيديو، كتبت كومنت حلو لاخوك العندليب بيحبكم جدا. اخر كلام بقى خلاص، يعني الكلام ده من جوه اخر كلام، خدها من العندليب وما تراجعش ورايا في موضوع استئناف جان كلود. هو خلال الساعات القليله القادمه، زي ما قلت لك ان اخر الاسبوع ده، لما انا قايل لك الكلام ده من بدري قلت لك ان الاسبوع ده هو اخر اسبوع لرد الكاف على الهلال السوداني، ولو ما ردوش خلاص الموضوع بقى خرج من الكاف وطالعين للمحكمه الدوليه، وهنصبر بقى شويه حلوين وان شاء الله باذن الله المحكمه الدوليه تحكم لنا، لان الموضوع اصلا ما فيهوش حاجه. يا عم انا معاك اهو، هو اصلا جبنا فيديوهات وبتاع وقلنا ان هو اللي اترمى عليه ازازه فكان بيستفزهم بان هو بيضحك ويهزر. يا عم انا معاك اهوت، وهو اللي رمى ازازه. هل عقوبه الزجاجه، عقوبه رمي القاروره، عقوبه رمي الزجاجه زي عقوبه مباراه الاهلي والجيش الملكي المغربي؟ مستحيل. الاهلي والجيش الملكي المغربي ده كانوا نازلين بسكاكين والات حاده وبلاوي، وفي الاخر مش عارف عقوبه مباراتين بدون جماهير، واللاعب اللي كان حط السكينه عنها وخباها، واللاعب اللي كان بيتخانق مع مش عارف مين، والجمهور عادي. مباراتين 2 بدون جمهور وشكرا. ولا قالوا بقى الاهلي ياخد ال3 نقط، ولا لا دي حاجات عنف في كره القدم ما ينفعش. ما اتكلموش عن كده خالص. تيجي بقى انا رميت قارور مع انه ما رماهاش، والله انت عارف لو رماها هطلع انا اول واحد اقول يستحق العقوبه. ما رماش اصلا حاجه، ما رماش حاجه ان هو يستحق عقوبه عليها.
فانا متاكد وبطمنكم اهوت من خلالي ان شاء الله لو ما تمش الرد النهارده خلال ساعات او غدا اقصى حاجه الخميس باذن الله، زي ما قلت لك بقى خد من العندليب وما تراجعش ورايا، الهلال طالع على المحكمه الدوليه الفيفا، وباذن الله خلال اسبوع بالظبط من المحكمه الدوليه هيتم الرد ان شاء الله، وباذن الله جان كلود هيكون موجود يا رب، والاستئناف يتم قبوله ويرجع لمباراتي سان داونز ويكون معانا ان شاء الله، لانه لاعب مهم جدا 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 واضافه كبيره جدا للمباراتين دول بالذات، لان المباراتين دول هيكون سان داونز يلعب عليك من لمسه، بيلعب كره اوروبيه سان داونز، فبالتالي عايزين واحد حريف يهدي الريتم شويه، يطلع بالكوره يعدي واحد على واحد والكلام ده، ونحاول نعمل رعونه قدامهم شويه. بص يا رجاله، عشان ننهي موضوع الجدل اللي حصل على جان كلود وجاي له عرض ب 6 مليون دولار، جاي له عرض من النيس الفرنسي 3 مليون دولار، كل الكلام ده هكس بالمعنى المصري، يعني غير صحيح 100%. خد من العندليب وما تراجعش ورايا، زي ما قلت لك قبل كده انا هطلع اديك المعلومه الثقه 100%. جان كلود مكمل لنهايه الموسم، حتى لو جاله عرض بتريليون مليون دولار، لو جاله عرض بمليارات الدولارات مكمل لنهايه الموسم. اول ما الموسم ينتهي ان شاء الله في شهر 6 7 نبدا بقى نبص. جان كلود جاي له عروض كويسه تفيد الهلال تسويقيا اعلاميا فنيا، يعني لو طلع لاوروبا ماشي، لو هيفيد الهلال ماديا جاي له مبلغ كبير 3 4 5 مليون دولار، والله كويس، ساعتها هنشوف. والهلال مش هيطلع لاعب من عنده غير لما يكون عنده بديل واحد واثنين وثلاثه. هتقول لي يا عندليب ما احنا جبنا موسى كانتي، هقول لك موسى كانتي مع احترامي ليه يعني ما ينفعش يكون بديل لجان كلود. جان كلود بلا بديل، انا لو عايز اجيب لاعب بديل لجان كلود هجيبه افريقي زيه في الاول مش سوداني، عشان العقليه طبعا، عقليه اللاعب الافريقي او عقليه اللاعب الاوروبي بتختلف تماما عن اللاعب السوداني، مع احترامي والله، انتوا عارفين ان انا بحب الكره السودانيه جدا لو ما بحبهاش ما كنتش شجعتها، ولكن العقليه في اللاعب السوداني لازم تتطور. وانا وجودي هنا ووجود غيري ووجود ده وده وده، وجودنا كلنا هنا ما هو الا قوه اعلاميه وتطوير للكره السودانيه. اطلع عن الخبر، اطلع اجيب لك ملخصات، اطلع اتكلم عن مباريات، كل ده قوه اعلاميه ليكم. بس يا سيدي عشان بس ما تقعدش تزعل وتتضايق جان كلود هيمشي مش عارف، ما فيش الكلام ده. جان كلود مكمل 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 مكمل، خدها من العندليب وما تراجعش ورايا. ما فيش عروض لجان كلود رسميه بالمبالغ دي، ولا في عروض من الدوري الفرنسي، ولا في عروض ب 6 مليون دولار، كل الكلام ده كذب ليس صحيح. خد من العندليب زي ما قلت لك وما تراجعش ورايا. لايك ومشاركه الفيديو عشان الناس كلها تعرف الحقيقه، واكتب كومنت حلو لاخوك العندليب، واهم حاجه تشير الفيديو ده في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.